الملك، ماذا فعل مروان أبوهم وجدهم، ماذا فعل كل هؤلاء؟ في يوم من الأيام وقف عمر بن عبد العزيز قدس الله سره ورضوان الله عليه، هذا صالح بني أمية يمكن الوحيد مع معاوية الثاني ابن يزيد رضي الله تعالى عنه أيضا الذي استقال، وقف مرة في زمن الوليد بن عبد الملك وصرخ، جن الرجل، جن كما قلت لكم، قال الله أكبر، الحجاج بالعراق والوليد بالشام وقرة بن شريك بمصر وعثمان بن حيان بالمدينة وخالد بن عبد الله القسري بمكة، قد عم الظلم، اللهم فارح الناس. قال ايش هذا؟ قال ايش هذا؟ ايش بيصير هذا؟ الناس قتلوا مجرمون مثل قذافي اليوم. الحجاج بن يوسف، ماذا حدثوا عن الحجاج؟ هذا بعد أن مات لعنة الله عليه، أنا لعنه لعنة الله عليه. طبعا اليوم من إخواننا بسموا حالهم سلفيين مالفين كتاب بطل الإسلام الحجاج بن يوسف رضي الله عنه، أقسم بالله شيء لا يصدق، شيء لا يصدق. الذي حدث ويحدث نفس الشيء، نفس هذا الجنون، نفس هذه الميكروب الجرثوم اللعين. الحجاج وجدوا في سجنه أيها الإخوة 80,000 جثث متعفنة ماتوا بغير محاكمات. 80,000. يعني القذافي رحمة وزي العابدين ما فيه العدد هذا، مستحيل يا حي. والحسني مبارك، يا حسني مبارك رضي الله عنه معنا، يعني بنترضى عليه معنا في الأخير احنا. تخيل، والحجاج قتل في حياته بغير محاكمات 110,000 ظلما. الحجاج قال عن عبد الله بن مسعود، عارفين ابن مسعود الصحابي الجليل، النبي قال خذوا القرآن عن ابن أم عبد. قال عبد الله بن مسعود رأس المنافقين. ما أدركتوش حيا لأنه مات في زمن عثمان. قال لو أدركته حيا لأسقيت الأرض من دمه. لعنة الله عليك يا حجاج، لعنة الله عليك وعلى من ولاك، تسب صاحب رسول الله. ومش هيك وبس، النبي يقول خذوا القرآن عن ابن أم عبد، ابن مسعود رباني الأمة. والحجاج يقول لا يقرأن أحد أي القرآن بقراءة أو قال بحرف ابن أم عبد ولا أحكنه من المصحف ولو بضلع خنزير. تفضل، هذا الحجاج، هذا بطل الإسلام، هذا بطل الأمويين، المجرم القاتل. هذا أخذ أنس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي الصحابيين الجليلين، ما حبوش ينافقوا، ما حبوش يسكتوا على كل شيء، فختمهما في رقبتيهما. ختم هذول المتمردين زي الحيوانات، يعني تخيل أنس بن مالك صحابي الجليل ختمه في رقبته. شيء ظلم. للأسف أدركنا الوقت، لا نستطيع، ما زلنا في البداية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحيينا ما أحيانا على الحق ومشايعة أهله وأعوانه وزمرته والبراءة من الظلم والطغيان وشيعته. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.